محترمين، تعالوا نحل مع بعض كده شوية أسئلة في العضوية، أسئلة جامدة ومتوقعة جدا للامتحان إن شاء الله. السؤال الأول بيقول أنا معايا طبعا كحول إيثيلي، عملت له نزع مية عند 180، اتفقنا إن نزع المية من الكحول بيدي ألكين، يبقى ده هيبقى إيثيلي. تمام؟ بعد كده ضفت له HCl. بالراحة، أنا معلمك قبل كده إن الإيثيل لما بيجي يترسم CH2 رابطة ثنائية CH2. تمام؟ بعد كده هضيف HCl. طبعا بما ان ده متماثل فمش هطبق عليه قاعدة ماركينيكوف، فهعمل ايه؟ هكسر الرابطة اخليها رابطة واحدة وادخل الCl هنا فيديك مادة اسمها كلوريد ايثايل. تمام؟ كلوريد ايثايل لو انا جمعتها على بعض هتلاقيها بص رمزها عاملة ازاي؟ C2H5Cl. تمام؟ كده أول حاجة. طبعا ده كده كربيد الكالسيوم. كربيد الكالسيوم لما نقط عليه نقطتين مية بيدينا الأسيتيلين C2H2. السي 2 اتش 2 اما احط له نيكل، دي انبوبه نيكل مسخنه لدرجه احمرار بيديني يعمل حاج بنزين. تمام؟ يلا بينا بسم الله. بيقول لي عند تفاعل دي مع بي اللي هو البنزين مع الايثايل بينتج طولوين. هو الطولوين اساسا عباره عن حلقه بنزين ماسكه في ميثايل، مش حلقه بنزين ماسكه في ايه؟ في ايثايل. عند تفاعل دي مع بي في الظروف مناسبه ينتج ايثايل بنزين. طبعا دي الاجابه الصح اللي احنا اتفقنا عليها. تمام؟ خش على اللي بعده. تمام. نيجي بقى للسؤال التاني. السؤال التاني C7H16. طبعا زي ما انتم شاطرين عارفين ان ده اسمه هبتان عادي. تمام؟ التاني العادي لما تعملوا عادي تشكيل طبعا تحافظ الاغنيه هكسان بنزين. هبتان طبعا بيدي يعمل حاجه طولوين. تمام؟ الطولوين عباره عن حلقه بنزين ماسكه في CH3، بس انا طبعا لو واحد لماح بصيت على الاختيارات لقيت بنزين وطولوين فانا مستبعد اي حاجه فيها يعمل حاجه بنزين. تمام؟ خش على اللي بعده. الطولوين طبعا يا دكاتره هو هنا عمل له عمليه اسمها عمليه قلوره. اول لما تشوف كلمه الحديد دي، الحديد هنا بيستخدم كعامل حفاز في التوجيه لقرص وباره. تمام؟ طبعا انت شاطر وعارف ان الميثايل ما فيهوش او، واللي ما فيهوش او بيوجه قرص وباره، فيبقى الاجابه ميتا ولا قرص وباره؟ طبعا الاجابه قرص وباره، يبقى الاجابه د ويبقى ب غلط. كده احنا تمام. بالنسبه بقى للسؤال الثالث يا دكاتره، طبعا من اشهر اسئله الثانويه العامه ان انا اجيب لك صيغ واسالك في انواع المركبات دي. بجيبها منين؟ من الصيغ زي ما احنا اتفقنا. CnH2n زائد 2 ده كحول ويسير، CnH2nO الدهيد وكيتون، وCnH2nO2 يبقى ده يا دكاتره حمض او استر. تمام؟ الاولاني CH2O اولا ده فيه O واحده وده يتبع عائله ايه؟ احنا قلنا CnH2n مع السي بواحده، H2N الواحدة ضعفها 2 يبقى ده CnH2nO. يبقى ده عيلتين يا اما الدهيد وكيتون، بس طبعا الناصح هيعرف ان ده الدهيد بس. ليه يا مستر؟ لان كده كيتون بيبدأ من كام كربونة؟ قال لك يا مستر بيبدأ من 3. تعالى على بي CH2O2 برضه CnH2n بس معاه كام O؟ 2. فده احتمالين، ممكن اقول عليه حمض او بس استر، بس هنا الاستر للاسف ما ينفعش لان عشان الاستر ينفع الاسترات بتبدا للاسف من كربونتين فده غلط. تعالى على اللي بعده C2H4O2 ده الكين و2 O. هنا بقى احتمالين، اقول حمض واستر. ليه يا مستر النبادي قلت استر؟ عشان الاستر بيبدا من كام كربونه؟ من 2. تعالى اللي بعده C2H4O ده برضه لا اما الدهيد لا اما كيتون لان ده CnH2nO، بس هختار الدهيد بس. طب ليه يا مستر ما اخترتش كيتون؟ عشان الكيتون بيبدا من 3. تعال نقرا. A ده الدهيد مظبوط، دي كيتون والله غلط، B حمض كربوكسيلي مظبوط، C استر مظبوط، يبقى اعتقد دي الاجابه الصح. نكمل. A كحول والله غلط مش عندنا كحول، B استر احنا والله قلنا B هو حمض بس لان الاسترات بتبدا من 3 يبقى ده غلط. تمام؟ فاذا الاجابه بتاعتها تبقى يا دكاتره الاجابه رقم 3. نخش بقى على السؤال الرابع. ده مخطط برضو جميل بيقول لنا C6H6. طبعا C6H6 ده دكاترتنا ده بنزين. تمام؟ البنزين عملنا له عمليه هلجنه، ادام قال هلجنه وحاطط عامل حفاز كلوريد حديد 3 يبقى ده كلورو بنزين. يعني حلقه بنزين كده عليها كلور. تمام؟ بعد كده عمل لها تحلل مائي في وسط قلوي، هتشيل الCl وتحط مكانها OH فيديك يا عم الحاج فينول. حلقه بنزين ماسكه في OH فينول.
بعد كده عملنا للفينول عمليه نيتره. للاسف الشديد اكتر معادله الطلبه بيقعوا فيها المعادله دي. الفينول يا دكاتره لما نعمل له عمليه نيتره بيدينا حمض اسمه حمض البكريك، والحمض ده دكاترتنا اساسا ماده متفجره، وكمان يا دكاتره تستخدم في علاج الحروق. تعال نقرا. بيقول لي بي اللي هو الفينول ماده متفجره، ما عندناش والله العظيم ان الفينول ماده متفجره، يبقى ده غلط. بي يستخدم في صناعة الأصباغ، طبعا الفينول فعلا بيستخدم في صناعة الأصباغ وصناعة صمامات القلب اللي هو البكريك، والله قلنا مادة مطهرة في علاج الحروق ومتفجرات، يبقى ده غلط. بي تحضير مستحضرات حمض السلسليك، هل الفينول بيستخدم في تحضير مستحضرات حمض السلسليك؟ مظبوط. وحمض البكريك هو مادة متفجرة طبعا عشان هي فيها نيترو، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج. هنتأكد. بي اللي هو الفينول يستخدم في تحضير المتفجرات، مظبوط، بيحضروا منه بوليمر اسمه الباكلايت. سي مادة عازلة في الأدوات الكهربائية، المادة العازلة في الأدوات الكهربائية الباكلايت أساسا مش حمض البكريك. وما تنساش يا عم الحاج إنه حمض البكريك ده جاي من نيترات الفينول وكاتب واو. طبعا أنت عارف إن ال OH اللي في الفينول بتوجه قرصه بار، تمام؟ فهيوجه هنا NO2 وNO2 وNO2، هو ده بقى يا عم الحاج حمض البكريك. والحمض ده سبحان الله ليه استخدامين، وقلت لك قبل كده لو أنت مش عارف استخدام أي حاجة هاتها من ورقة المفاهيم. متفجرات، وكمان يا دكاترتنا يستخدم كمطهر لعلاج الحروق، مفيش استخدامات اكتر من كده. تمام؟ نيجي بقى للسؤال اللي بعده. بيقول لي امامك صيغه بنائيه لاحد المركبات العضويه. بيقول لي جميع العبارات التاليه صحيحه عن هذا المركب. اول حاجه لازم نعرف العيله بتاعت المركب ده ايه. فبصيت في الاخر لقيت COOH، فهو ده على فكره حمض. ولقيت برضو هنا COOH، فده برضو حمض. يبقى انا فهمت ان المركب ده حمض. تمام؟ بس هقول على الحمض ده غير مشبع. واحد قال لي يا مستر جبتها منين غير مشبع؟ ما انت لو ركزت في النص هتلاقي ان في رابطه ثنائيه ده معناه ان هو حمض غير مشبع. تعال نشتغل. بيقول لي يتفاعل المول منه مع 2 مول من فلز الصوديوم. هل الحمض بيتفاعل مع فلز الصوديوم؟ مظبوط. ويبقى تصاعد 1 مول من غاز الهيدروجين. عايز انبه على حاجه بقى مهمه قوي. الصوديوم لما بيجي يتفاعل بيطلع نص مول من الهيدروجين، تمام؟ ده ال1 مول منه. طب ال2 مول من الصوديوم لما بيجوا يتفاعلوا اكيد هيطلعوا نص ونص، يبقى 1 مول من الهيدروجين. فهل 2 مول فلز صوديوم يتفاعلوا؟ عشان معانا 2 حمض. وهل يتصاعد 1 مول هيدروجين؟ مظبوط، بس هو عايز الغلط. تمام؟ يقول لي يتفاعل المول منه مع 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم. مظبوط. وبيتكون 2 مول من الميه برضه. مظبوط. اول حاجه يا حبيب قلبي لازم تبقى عارف ان ال1 مول من NaOH لما بيجي يتفاعل بيطلع 1 مول من بخار الماء. تمام؟ يبقى تاني بقى الصوديوم الواحده بتطلع نص مول هيدروجين، اما هيدروكسيد الصوديوم الواحده بتطلع واحده زيها بس ميه. يبقى ده مظبوط. خش على اللي بعده. يمكن اكسده هذا المركب بواسطه محلول برمنجانات البوتاسيوم في وسط قلوي. طبعا دي اجابه صحيحه ومليون في المية، بس دي نقطه ذكيه شويه بقى. اولا لما اقول لك برمنجانات في وسط قلوي، وانا اظن نبهت عليها قوي، دي اسمها اكسده. اسمها اكسده ايه يا عم الحاج؟ باير. واكسده باير بتتعمل لمين بس يا عم عبد الرحمن؟ للالكين. تمام؟ فانا ببص كده قلت لك في رابطه ثنائيه، وما دام في رابطه ثنائيه يبقى المركب ده يتبع عائله الالكين، يعني هو الكين وحمض مع بعض، فده مظبوط. عند اضافه 3 مول من الماء البروم الاحمر يزول اللون الاحمر. اولا اللي بيتفاعل مع ماء البروم الاحمر هو الالكين بس، الحمض ما بيتفاعلش. فاذا هحتاج 1 مول بس عشان اكسر الرابطه باي اللي في النص. الحمض للاسف ما بيتفاعلش مع الواحد، وعايز اصلا يكسر الرابطه دي والرابطه دي. روابط الاول في الحمض اساسا ما بتتفاعلش مع ماء البروم، وركزوا في الحته دي عشان مهمه قوي. يبقى الاجابه بتاعتي طبعا ب. تمام؟ بالنسبه بقى للسؤال اللي بعده، واضح ان في كلمه COO، فاكيد بيتكلم عن الاسترات، وطبعا عايز اعمل لها تحلل مائي عشان يعرف الحمض والكحول اللي جاي منه. فاحنا اتفقنا يا دكاتره عشان اعمل تحلل مائي بقسم منين؟ قال لك والله يا مستر بقسم ما بين الأو. تمام؟ لما اقسم ما بين الأو ظهر هنا، بس هكبر المركب شويه علشان هو شكله مش واضح شويه. فلما اقول C3H7، تمام؟ مكتوب لي هنا O C2H5. تمام؟ هستخدم قلم تاني هقسم من هنا. قسمت هنا منين؟ ما بين الأو. قلت قبل كده لو ظهر CO يبقى حته CO ده جزء يا عمنا حمض، والأو ده جزء كحول. تمام؟ واتفقنا ان الكحول برجع له الاتش اللي انا كنت واخدها منه،
والحمض برجع له ايه يا عم الحاج؟ الاو اتش. فطلع الكحول C3H7OH يبقى ده كحول بروبيلي. تمام. اما الحمض طلع C2H5COH يبقى ده بروبانويك. يبقى انا عايز حمض بروبانويك وكحول بروبيلي. يبقى الاجابه بتاعتي رقم أ، واظن سؤال سهل. خش على بعض. السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا جدا جدا. يقول لك يمكن الحصول على مبيد حشري من حمض اروماتي. طبعا C7H6O2 ده حمض مين يا عم عبد الرحمن؟ بنزويك. طبعا ده اشهر حمض في الكيمياء العضويه كلها، لا غنى عنه في الامتحان ان شاء الله. تمام. طبعا هاخد حمض البنزويك اهو يا دكاتره، عباره عن حلقه بنزين ماسكه في COOH. تمام. اول حاجه هفكر فيها ان انا اعمل له عمليه تعادل مع اي حاجه فيها صوديوم. اضيف له اي حاجه فيها صوديوم، بيسموها زي العمليه بتاع صوديوم بقى، هيدروكسيد صوديوم، اي حاجه، بس بيسموها عمليه تعادل. فسبحان الله انا بصيت في الاختيارات ما لقيتش تعادل غير في الاختيار ا وج. فلما اعمل له تعادل مع اي حاجه فيها صوديوم بيدينا ماده اسمها بنزوات صوديوم. هاخد بقى انا بنزوات الصوديوم دي اعمل لها عمليه تقطير جاف. تمام. لان اي حاجه فيها كلمه اد بنعمل لها تقطير جاف، فيقوم يديك البنزين. تمام. فتعادل تقطير جاف في تعادل تقطير جاف. السؤال بقى، انا عايز مبيد حشري. انا مبيد حشري عندنا في المنهج حاجتين، لا اما جامكسان لا اما كلوروبنزين. المهم ان الاتنين اساسا بيتجابوا منين؟ بيتجابوا من الهلجنه. فانا مفيش عندي غير الاجابه لا اما ج لا اما ا. في اللي فيها هلجنه يبقى الاجابه ج. ا غلط، لان الهدرجه اساسا بتدي هكسان ايه؟ حركي. يبقى ده الاجابه. ثانيه بس ابدا. بالنسبه للسؤال اللي بعده بيقول لي من المخطط الذي تحدث تفاعلاته في الظروف المناسبه. ده سؤال مهم جدا قوي يا دكاتره. ده سؤال عن الكحولات. تعالى نرسم كده الكحول مع بعض. هو بيقول لي CH3. تمام. CH ماسكه في OH. تمام. ماسكه في CH3. لما اجي احل سؤال زي ده هو بيقول لي هضيف HCl. فانت لما تيجي تضيف HCl شايف انت ال OH دي؟ ال OH دي بتروح مع ال H ويدخل مكانها السيل. فانا هحاول اشيلها. تمام. بالراحه هنشيل دي كده اهو مع بعض. ال OH ده كده نحط مكانها عم الحاج سيل. تمام. لو انا جيت سميت المركب ده اسمه كلوريد بروبايل. هو المفروض ايزو بس خلينا نمشيها دام هو كاتب كده ثانوي. واحد قال لي يا مستر عرفت منين ان هو ثانوي؟ عشان السي اللي ماسكه في سي، السي دي ماسكه في كام اتش؟ واحده بس. يقوم واحد بقى في الامتحان مختار ايه؟ يقول لك ايه؟ كلوريد بروبايل ثانوي. طبعا اجابه خطا، لان لو ركزت يا حبيب قلبي بص الاختيارات بيقول لك ايه ده؟ ايزومر لكلوريد البروبايل. طبعا انا موافق على ده. ليه موافق على الاثنين دول؟ لانه يا دكاتره هو ده كلوريد البروبايل الثانوي، هو مش عايزه، هو عايز الايزومر بتاعه، فما ينفعش اختاره. خلي بالك عشان لو تهت انا ماليش دعوه. يبقى كلوريد بروبايل ثانوي ده هو المركب ده اللي هو ايه؟ هو مش عايز ايه؟ ده هو عايز الايزومر بتاعه، يبقى كلوريد بروبايل والمفروض يبقى اولي. تمام. بعد كده هياخد المركب ده دكاترتنا ويفعله مع C6H6 في الكاله اسمها الكاله فريدل كرافت. انا معلمك حركه حلوه قوي في الكاله فريدل كرافت. الكاله فريدل كرافت بتيجي عند البنزين هتلاقي فيه اتشايه فوق، تقوم واخد الاتشايه دي كده مع السي اللايه دي كده. تمام. وتطيرهم بره. تعالى اما نشيلهم كده مع بعض مع الاتشايه ده كده بره، خرج HCl. هيصبح ان الرابطه دي اساسا بقت فاضيه والرابطه اللي هنا فاضيه، فتقوم مركب ده على ده. تعالى نركبهم كده على بعض ونشوف الدنيا. بس اما نشيل دي الاول كده. تمام. عشان يبقى الدنيا واضحه قدامك. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده يا دكاتره معايا. لما اجي اركب حلقه البنزين اهي، هركبها هنا كده على البيضه كده. انت طبعا متعلم حلقه البنزين لما بتمسك في حاجه عندنا بيسموها يا عم الحاج في الكيمياء اسمها يا عم عبد الرحمن فينايل. فلما اجي احدد اطول سلسله كربونيه، ده اطول سلسله كربونيه. تمام. طب ليه يا مستر ما خدش الفينايل معانا؟ ما احنا قلنا بقى الفينايل دائما تفرع. فده 1 ده 2 ده 3. يبقى المركب اسمه 2 فينايل و3 بقى ايه يا عم الحاج؟ بروبين. فده اذا المركب. هي تكايه السؤال ده في ايه يا دكاتره؟ طبعا الاجابه بتاعتها هتبقى رقم ب. تكايه السؤال ده في ايه يا دكاتره؟ تكايته في اول جمله. المفروض المركب اللي طالع الاول اسمه كلوريد بروبايل ايه؟ ثانوي. هو بقى مش عايزه، ده هو عايز الايزومر بتاعه. خلي بالك عشان ده سؤال جه ثانويه عامه قبل كده كتير قوي شبهه.
تمام. اللي بعده طبعا يا دكاتره ده من اشهر اسئله الثانويه العامه، واعتقد يمكن يجي زيه السنه دي، هو جه طبعا باخر 4 سنين زيه، فهو مهم جدا جدا جدا. وهبقى اكتب الصيغ علشان بس لو محدش شايف حاجه. بيقول لي الصيغه الجزيئيه C3H6O2، فانا كتبتها C3H6O2. لو انا طلبت من حضرتك تجيب لي الصيغه العامه هتقول لي يا مستر سهله، CnH2nO2. اظن واضحه. انا قلت وشرحت قبل كده الصيغه دي عباره عن حاجتين، يا اما حمض واستر. حمض واقع من حاج واستر. اوعى تنسى ان البيضه فيه 3 ذرات كربون، خلي بالك يعني. تعالى نمشيها واحده واحده. بيقول لك حمض بروبانويك. حمض بروبانويك طبعا ده حمض فيه 3 كربون. استر ايثانوات الميثايل. هو حمض استر يعني دي صح، بس اهدى تعد الاول، انت معاك 3 ذرات كربون، ركز. بروبانويك 3. استر ايثانوات كام يا عم عبد الرحمن؟ 2 وميثايل واحده، يبقى كده كام؟ 3. يبقى ده اجابه صح. طب انا يا مستر مش متاكد، ينفع تاكد لي على الكلام ده؟ اما نشوف. استر فورمات البروبايل. اولا فورم معناها كام كربونه؟ واحده. وبروبايل كام؟ 3. يعني معنى كده ان المركب ده فيه كام؟ 4. وانت ايه اللي تحت ان هو فيه كام؟ يبقى ده غلط. تمام. بروبيلين جلايكول. والله يا مستر الجلايكول ده اساسا كحول، وانت قلت لي ان العيله دي لحمض استر، يبقى ده غلط. حمض اللاكتيك او بروبيلين جلايكول. ما خلاص بقى قلنا بروبيلين جلايكول غلط، بس انا عايز اقف بقى على حته معينه بقى مهمه جدا 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 جدا. على مين؟ على حمض اللاكتيك ده. ركز معايا كده بقى شويه فيه عشان ده مهم قوي. في ناس كتير للاسف رمزه بيبقى ضايع عنهم شويه. تعالوا نفهمه لهم كده مع بعض. حمض اللاكتيك يا دكاترتنا اساسا رمزه C3H6O3. ما هو برضه اللي حاطط السؤال ذكي. ذكي ليه؟ لو انت ركزت في الصيغه اساسا هتلاقيها C3H6O2، واللاكتيك اساسا C3H6O3، يعني الفرق ايه؟ وهي واحده اساسا. فلما اجي ارسم المركب ده، المركب ده عباره عن CH3، تمام؟ CH ماسكه في OH وماسكه في COOH. عد ورايا هتلاقي كل الكلام مظبوط. اوعى تنسى يا عم الحاج ان البي ده بيشتغل عيلتين، بيشتغل حمض وبيشتغل كحول. اوعى تنسى كمان ان هو مركب اليفاتي ولا رماتي؟ اليفاتي. المعلومات دي عن البي ده مهمه جدا جدا جدا. اتفقنا اهو. السؤال اللي بعده سؤال برضو مهم قوي، جه زيه ثانويه عامه 2023. ركز بقى معايا قوي قوي في سؤال ان انا اجيب لك بوليمر واقول لك طلع لي منه المونيمر. السؤال ده جه ثانويه عامه 23 بصراحه، من ربنا ما جاش 24، بس احتمال يجي. ركز. هو بيقول لك طلع المونيمر وبعد كده ضيف له HCl. انا قلت بطلع المونيمر ازاي؟ بص يا عم الحاج، انا بعد كام كربونه؟ 2 واقسم. اعد كربونتين واقسم. عد كربونتين واقسم. هتلاحظ ان ده هو ده هو ده. تقوم عامل ايه؟ خرج واحده فيهم. اولا السي الاولى ماسكه في كام اتش يا عم محمد؟ في اتش اي او السي اتش 2، يبقى كده هي ناقص لها ربطتين. السي الثانيه ماسكه فوق يا عيني في سي ال، وماسكه في اتش 2، وماسكه كمان في بي ار، صح؟ يعني معلش ثانيه واحده. دي هتلاقيها ماسكه في ايه؟ ماسكه فوق في سي ال، وماسكه تحت يا عم النجم ماسكه في سي اتش 2 بي ار. تمام. تمام. بالراحه بقى. هو عايز يضيف ليه يا عم الحاج النجم ده اتش سي ال؟ هسالكوا سؤال، هو ده دكاترتنا محترمين متماثل ولا غير متماثل؟ طبعا ده غير متماثل. وانت عرفت منين يا مستر؟ قلنا بركز على السيين اللي ما بينهم الرابطه الثنائيه. دي ماسكه في اتشين ودي يا عيني مش ماسكه في ولا اتشين. السي اللي بيروح للغني ولا الفقير يا عم عبد الرحمن؟ بيروح للفقير. تمام. والاتش بيروح لمين؟ للغني. تمام. فانا بعد ما اكسر الرابطه ان شاء الله هقوم عامل ايه بقى بكل بساطه؟ هقوم واخد الاتش دي موديها للغني تبقى دي 3، واقوم واخد السي اللي دي موديها للفقير، وابدا اسمي المركب عادي. ادي اطول سلسله. تمام. اطول سلسله يا عم الحاج. برقم من الطرف الاقرب للتفرع مش الاكثر تفرعا، يبقى 1 2 3. اول حاجه بنبدا بالابجدي اللي هو البروم، يبقى المركب اسمه 1 برومو، 2 و2 ثنائي كلورو بروبان. اظن سؤال سهل وجميل وما فيهوش اي مشكله، بس سؤال حلو انك تعرف تخرج المونيمر من البوليمر دي.
تمام. عد س واقسم، عد س واقسم، يبقى الاجابه بتاعتي رقم 1 برومو 2 و2 ثنائي كلوروبروبان، يبقى الاجابه ب. تعالى بقى نخش لسؤال برده جامد قوي في الاستارات. طبعا الاستارات يا دكاتره مهمه جدا جدا جدا، فعايزك تركز معايا فيها قوي. طبعا الاستر اهو COO، قلت لك لما نيجي نعمل تحلل مائي، هو بصراحه ربنا قال تحلل مائي هنا ايه؟ قاعدي. فلما باجي بقسم يا دكاتره ما بين الاو كده. لسه قايله لك حالا الاو ده جزء ايه؟ كحول، والسي او جزء ايه؟ حمض. تمام. الكحول قلنا بنرجع له الاتش وركنه ملوش اي 30 لازمه بالنسبه لي تاني، مش هو CH2 ماسكه في او، قلت لك رجع له الاتش. تمام. هتلاقيه موجود في الاختيارات اللي هو C6، ما هو حلقه البنزين لما تمسك في حاجه دكاتره بيسموها فينايل C6H5 CH2OH. بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى مني ليك. تمام. C6H5 طبعا موجود في الاختيار ا وب وج، بس مش موجود في د، يبقى ده اللي غلط. تمام. حته مني ليك بس ما تقولهاش لحد. البي ده اللي قدام حضرتك ده كحول، بيسموه عندنا كحول بنزيلي. حته حلوه، خلي بالك من المركب ده. تعالى بقى نخش على الايه؟ على اللي بعده. لما اجي اجيب المركب اللي بعده يا دكاترتنا ده حمض، بس خلي بالك وعايز تعمل تحلل مائي ايه؟ قاعدي. في التحلل المائي القاعدي بنضيف ONA. هي طبعا يا دكاترتنا انت بتضيف NaOH يعني الصح، بس انا عشان خدت الاتش اديتها للكحول فتبقى ONA. فيلا يا عم الحاج، هجيب من الاخر يعني، هكتب من الاخر هنا. تمام. يعني هكتب من هنا، فهقول CH3 ثم CH2 ثم CO، وانت هتضيف لها يعمل حاج ONA. تمام. يبقى CH3 CH2 COONA موجوده عندك يا عم الحاج في الاختيار رقم ج. اذا ج هي الاجابه الصح. ليه ما اخترتش ب؟ ب كانت هتبقى صح، بس لو كان عمل تحلل مائي في وسط ايه يا عم الحاج؟ حامضي. لان الحامضي بيخرج الحمض، اما القاعدي بيخرج ملح الحمض. طب يا مستر الاولاني ده بيسموه عندنا تحلل مائي ايه؟ نشادري، بيخرج اميد الحمض. وقلت قبل كده بصوا الحامضي بضيف ONA ده، اما انا اسف ده القاعدي بضيف ONA، اما الحامضي بضيف OH، اما النشادري بضيف NH2. خلصت الموضوع بسيط اهو سهل. خش على السؤال اللي بعده. السؤال طبعا مهم قوي في الكحولات، ركز معايا قوي. اولا لما جيت بصيت على المركب ده طبعا عرفت ان هو عليه كحول، بس انا ما اعرفش والله هو كحول اولي ولا ثانوي ولا ثالثي. وهنا الراجل عمل له عمليه اكسده عشان في برمنجانات. فاحنا عارفين الكحول الاولي كان بيتاكسد، لما كان بيتاكسد على مرحلتين، كان بيدي الدهيد، والالدهيد كان بيدي يعمل حاج حمض. تمام. لو كان ثانوي الثانوي بيدي على طول كيتون وبيتاكسد مره واحده. لو كان ثالثي للاسف الثالثي لا يتاكسد. تمام. وبعرف منين الاولي؟ انا بركز على السي اللي ماسكه في الاو اتش لو لقيتها ماسكه في اتشين. بعرف منين الثانوي؟ بركز على السي اللي ماسكه في الاو اتش لو لقيتها ماسكه في اتشايه واحده. الثالثي بركز على السي اللي ماسكه في الاو اتش بس لو ما لقيتهاش ماسكه ولا اتشايه. طبعا الباقي روابط بقى ملهاش لازمه دلوقتي. تمام. نخش على المركب. لو انا جيت بصيت لقيت كلمه CO يعني عيله ايه يا دكاتره؟ كيتون. وانت لسه كاتب يا مستر تحت اللي بيدي كيتون هو الكحول مين يا عم الحاج؟ الثانوي. والثانوي ده معروف ان السي اللي ماسكه في الاو اتش بتبقى معاه كام اتش؟ واحده بس. فانا هدور في الاختيارات على ان واي او اكس او زد ايا يكن فيهم يبقى معاه اتشاي. بصيت في الاختيار الاول مفيش ولا اتشاي، بصيت في الاختيار الثاني مفيش ولا اتشاي، بصيت في الاختيار الثالث مفيش ولا اتشاي. خلاص يبقى الاجابه بتاعتي رقم د. احتمال اكس ده يبقى فيه اتش، واي CH3 وزد C6H5. مش فارقه معايا بقى مين ماسك في مين، انا اللي يهمني ان السي ماسكه في OH معاها كام اتش؟ واحده. خلاص يبقى ده ثانوي وخلص. سؤال يعني مهم جدا. يلا خش. من خلال المخطط التالي الذي تحدث تفاعلاته في الظروف المناسبه. ايه عمل له اكسده الدا بي، وبي عمل له تعادل الدا سي وتقطير جف الدا دي، ودبليو اكسده الدا اكس وتعادل الدا واي وتقطير جف الدا زد. قال لي اذا علمت ان ايه هيدروكربون اروماتي صيغته الجزيئيه C7H8. طبعا المركب اللي صيغته C7H8 ده دكاتره طولوين. تمام. يعني بالبلدي كده ايه ده؟ طولوين.
تمام. وزد هيدروكربون اليفاتي صيغته C2H6 طبعا ده ايثان. تعالى بقى نكتب المخطط تحت بقى علشان ايه الدنيا تبقى تمام معاك وشايف وفاهم كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بس نشيل دي كده ملهاش لازمه دلوقتي، خلاص بقى انت عرفت ان ده طولوين. بص لي كده بيقول لي مخطط الاول. تعالى للطولوين. يلا يا عم الحاج. اشهر تفاعل في الكيمياء العضويه ما بيخرجش من الامتحان الطولوين. نعمل له عمليه اكسده يديك حمض اسمه حمض البنزويك COOH اسمه بنزويك. انت متعود دايما ان مجموعه الميثايل متاكسد بتحول لمجموعه كربوكسيل. تمام. نعمل له تعادل يدي يا عم الحاج بنزوات الصوديوم. ده العظيم نكتب لك بالرمز عشان محدش يزعل. تعال ادي بنزوات صوديوم COONA بنزوات صوديوم. عايز بقى هو يعمل لها عمليه تقطير جاف. طبعا بنزوات صوديوم يعمل لها تقطير جاف بتدي يعمل حاجه بنزين. خلصت. يبقى انا فهمت يا مستر المخطط الاولاني وقدرت اجيب كل حاجه فيه. تعالى بقى المخطط الثاني. هو شقلبه شويه يعني هو جاب من الاخر للاول. ده ايثان بيتجاب من التقطير الجاف. طبعا التقطير الجاف بيدي الاقل بكربونه فاكيد هو كان اعلى منه بكربونه يبقى بيتجاب من بروبانوات الصوديوم. تمام. وبروبانوات الصوديوم جايه من حمض اسمه حمض بروبانويك. والحمض البروبانويك جاي من اكسده مين؟ كحول اسمه 1 بروبانول. قام واحد قال يا مستر طب ليه ما كتبتش 2 بروبانول؟ ما احنا قلنا بقى اللي بيدي حمض كحول لازم يبقى ايه؟ اولي. حد عنده مشكله؟ خش على اللي بعده. بيقول لي اكتب اسم المركب سي. مين سي يا عم الحاج؟ بنزوات الصوديوم. سي ده هو بنزوات الصوديوم في المخطط الاولاني. اكتب اسم الناتج نيترة ايه؟ فين ايه يا عم الحاج؟ طولوين بيدي TNT. خلصت. متفجرات. استخدام عايز استخدام متفجرات. الصيغة البنائية لناتج تفاعل دبليو مع اكس. عايز يفاعل دبليو اللي هو 1 بروبانول مع اكس اللي هو بروبانيك. ادام حمض وكحول يدي يعمل حاجه استرماي. تعالى بقى نكتبها مع بعض كده تحت. انتوا فهمتوا اللي حصل تحت. نشغل الشغل بقى شويه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لي كده بقى وركزوا قوي قوي يا دكاترتنا المحترمين اللي بيسمعني واللي قاعد معايا. بص يا عم الحاج. عايز يفاعل دبليو. هو مين دبليو؟ اللي هو 1 بروبانول اللي هو رمزه CH3. خلينا نبدا بالحمض معلش اسهل عشان انا حافظك هتغلط في الاخر. تمام. فبسم الله الرحمن الرحيم. بص اعمل حاجه. تعال نبدا بالحمض. الحمض اسمه حمض البروبانويك رمزه CH3 او خليك كده علشان ايه اريحك والموضوع يبقى سهل. حمض البروبانويك. بص لي كده ليه C2H5 COOH. هفعله مع 1 بروبانول. بص انا بكتب الكحول ازاي؟ CH3 CH2 تمام CH2OH تمام. طبعا وانت بتيجي تمسح او بتيجي لما تيجي بتاخد ايه يا عم الحاج؟ بتاخد ايه؟ عارفين بتاخدوا ايه منين؟ بتاخدوا OH من الحمض وH من الكحول. تمام. يبقى امسك قلمي كده التاني الجميل اهو واخد OH من الحمض وH من الكحول وبعد كده بلبس الباقي في بعض. هيديك الاستر يا عم بتاعنا. حد عنده مشكله؟ نكتب يا عم الحاج الاستر. الاستر هيبقى C2H5 COOC. جمع دول بقى على بعض هيبقوا C3H كام؟ 7. تمام. وعايز الصيغه البنائيه. لو انا عايز اسميه حد معايا ممكن يسميه لما نشوف كده. تمام. باجي اقسم منين؟ بقسم من هنا. تمام. او معلش ده التحلل. انا عايز اسمي الاسم يا دكاتره بتبقى ما بين الاو ده في التحلل بتبقى ما بين الاو. اما انا لما اجي اسمي بتبقى الاسم منين؟ قال لك والله يا مستر الاسم بتبقى من عند الاو. الحته دي اسمها يا عم عبد الرحمن بروبايل بتتكتب في الاخر. خليها بروبايل. ادي استر. الجزء اللي متبقي جزء حمض فيه 3 سي. 1 2 1 3 يبقى بروبانويك او الاستر بروبانوات البروبايل. خلص سهله. بيقول لي الصيغه البنائيه الناتج تفاعل دبليو مع بي. فين دبليو يا مستر؟ فين دبليو؟ دبليو اللي هو 1 بروبانول مع بي. فين بي؟ اللي هو حمض البنزويك برضه عمليه قسطره
بالراحه بقى وركز معاها عشان دي تقيله شويتين، اتقل من اللي قبليها. الدبليو اللي هو 1 بروبانول كحوله مع بي اللي هو حمض البنزويك. ركز بقى معايا. حمض البنزويك عباره عن حلقه بنزين ماسكه في سي او او اتش، تمام؟ زائد هو عايز يفعله مع 1 بروبانول. انا لسه قايل لك من شويه بص 1 بروبانول اعمله كده وخلاص، سي 3 اتش 7 او اتش. وبعد كده يا عم عبد الرحمن مش هنغلط تاني اكيد، تمام؟ بناخد ايه يا عم الحاج؟ او اتش من الحمض و اتش من الكحول، تمام؟ واجي اسمي المركب ده اسميه ازاي؟ حلقه الاول اكتبه الاول بعد كده بسميه حلقه بنزين ماسكه في سي او او سي 3 اتش 7. طبعا سؤال مهم قوي يا جدعان قوي يعني، تمام؟ لما اجي اسمي بقسم من عندي الاو، ظهر مجموعه القايل اسمها بروبايل. الجزء اللي جاي ده جزء من الحمض، هو حمض كان اصله حمض البنزويك فاقول عليه استر بنزوات البروبايل. خلصت. في مشكله؟ سؤال حلو على فكره قوي. خش على سؤال برضو مهم قوي 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 يا جدعان، السؤال ده بجد مهم. بيقول لي سي 3 اتش 6، لو انت مش شايف ارسمه لك. طبعا سي 3 اتش 6 ده بروبين، تمام؟ وده طبعا الكين غير متماثل. انا زهقت منه بصراحه يعني، جالنا كتير لحد دلوقتي وهو مهم جدا. عايز يضيف له ميه، هيداره حفظيه عند 110، هو بيديك حل بس على حسب هتطبق قاعده ماركينيكوف ولا لا. يلا يا مستر غني وفقير. تعالى نشتغل على طول. ادي سي اتش 3، طبعا الاتش بتروح للغني فهتروح لدي، دي الغنيه فتبقى سي اتش 3. طبعا الكلام ده بعد ما اكسر الربط. والاو اتش هيروح للفقير. يلا مين هيقول معايا الكحول ده كحول ايه يا عم الحاج؟ ثانوي. ليه ثانوي؟ انا بركز على السي اللي ماسكه في الاو اتش معاها اتشايه واحده بس، يبقى النجم ده كحول ثانوي. طب والكحول الثانوي لما بتاكسد بيدي يا عم محمد؟ بيدي كيتون، تمام؟ وركز ده كحول اسمه 2 بروبانول، لما بعمل له اكسده بيدي كيتون. طبعا انت متعلم ان الكيتون اخره كلمه اون، الكان واخره كلمه اون، فاقول بروبان نون او بيسموه عندنا اسيتون، تمام؟ وعلى فكره اعرفوا دايما ان الكيتونات بتبدا من كام كربونه؟ من 3 كربون. خلي بالك من الحته دي عشان مهمه قوي، تمام؟ بيقول لك ايه الاختيارات الاتيه صحيحه؟ المركب ايه؟ فين ايه ده؟ الكين غير متماثل. اولا ده ايه؟ ده كحول، يبقى ده عبط، ده غلط، تمام؟ المركب بي حمض ثنائي الكربوكسيل، والله هو كحول اساسا، يبقى ده غلط. المركب ايه؟ كحول اولي. اولا ايه ده؟ كحول ثانوي، والله العظيم كاتبينه عنده كحول ثانوي. المركب بي هو ابسط كيتون، حتى لو في الامتحان مش عارف ان البروبانون ابسط كيتون عشان بيبدا من 3 كربون، انت بالاستبعاد تقدر تختار الاجابه رقم دي. واعتقد ان السؤال زي ده يجي زيه السنه دي مستريح، تمام؟ يبقى الاجابه دي. نخش على السؤال الاخير معايا النهارده. طبعا في PDF كمان هينزل ان شاء الله، او قصدي في فيديو كمان هينزل قريب ان شاء الله، يعني ايه وراهم هما الفيديوهات بالتتابع يعني ان شاء الله. السؤال طبعا على الاستارات. بيقول من خلال المخطط التالي الذي تتم تفاعلاته في الظروف المناسبه. لو محدش شايف المركب ارسمه له كده على جنب اهو. C2 H5 C OO يعني دي OO اهو عشان تبقى سهل عليك. بعد كده CH2 اللي ماسكه في حلقه بنزين، تمام؟ طبعا انا معلمك قبل كده ان لو عايز اعمل تحلل مائي بقسم ما بين الاو. يلا الاو ده جزء ايه؟ كحول، والسي او جزء ايه؟ حمض، تمام؟ وعايز اعمل له تحلل مائي، لو لقيت الاتش دي يبقى ده تحلل مائي حامضي. مش يا دكاتره؟ تعالى نطلع المركبات اللي عندنا، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كحول. والله يا مستر انت قلت لهم بتعمل ايه؟ قال لي والله قلت لهم بترجع لي الايه؟ الاتشايه وسيبني زي ما انا، تمام؟ خلي بالكوا يا دكاتره ان الكحول ده والله لسه قايله من شويه اسمه كحول بنزيني، تمام؟ طب تعالى على الحمض. الحمض طبعا برجع له الاو اتش. يلا اعمل حاجه، اديني اعمل حاجه. C2H5 COOH. اقول للواحد بقى الحمض ده فيه كام سي؟ يقول لك كربونتين. طبعا ده مش عايزين نقول يعني، المهم ده فيه كام كربونه؟ 3، يبقى اسمه حمض بروبانويك. هو عايز اسم الحمض صح؟ حمض بروبانويك، يبقى ده غلط وده غلط، يبقى اجابه لا اما الف لا اما ب. بيقول المركب بي، طبعا بي ده كحول،
للاسف ناس كتير اعتبروه فينول. حبيب قلبي المحترم، انت بتقول على الفينول فينول لما يكون الاو اتش هي اللي لازقه في حلقه البنزين مباشره. اما هنا الاو اتش لازقه في سي ماسكه في حلقه البنزين، يبقى ده كحول على طول. اظن يا رب يكون الفرق ايه واضح ما بينهم. نكمل. هو بيسالك على الكحول، الكحول ده دكاتره مش هو السي اللي ماسكه في الاو اتش معاها اتشين، فانا فهمت ان ده كحول يا عم عبد الرحمن اولي. والكحول الاولي بيقدر يزيل لون البرمنجانات، والله العظيم بيقدر يزيل لون البرمنجانات وبيتاكسد، وبالاماره بيدي الدهيد، والالدهيد بيدي حمض. عايز انبه لحاجه بقى، في حاجه كده هقولها لكم بس ايه ما بين السطور قوي، ولو جت هتبقى طبعا مستوى عالي قوي قوي قوي. انا لسه كاتب من شويه يا دكاتره دلوقتي كحول اسمه كحول بنزيلي. هذا الكحول عباره عن CH2OH، اسمه كحول بنزيلي. وانا قلت لك من شويه ان ده كحول اولي. هذا الكحول اولي لما اعمل له عمليه اكسده ده على مرحله واحده بيدي الدهيد، بس انا عايزه على مرحله واحده تعالى نعمله على مرحله واحده. تمام. هيقوم يا عم الحاج دي كلها متحوله الدهيد CHO، يطلق على اسم هذا المركب اسمه بنزا الدهيد. السؤال ده جاء هو الحته دي جاحده. لو عملت له اكسده كمان مره الالدهيد بيتحول لحمض فيديك حمض طبعا يعني طلع لنا في اي حاجه اسمه حمض يا عم الحاج البنزوي. بس انا علمتك الفكره ان المهم انت طول ما انت فاهم الفكره خلصت، ان الاولي بيتحول الالدهيد والالدهيد بيتحول لحمض خلص.